هو يا جدعان، مش انتوا كنتوا مفهمين ان ليونيل ميسي ده قفل اللعبة وخلص كرة القدم بعد ما خد بطولة كأس العالم في قطر 2022؟ الراجل جاب في البطولة 7 أهداف، الراجل خد أفضل لاعب في البطولة، الراجل حامل لقب البطولة، عمل كل حاجة خلاص، وكان واخد الكوبا أمريكا، وخد البالون دور، وخد دوري أبطال أوروبا، وخد الدوري الأسباني، خد كل حاجة. في إيه بقى؟ بجد في إيه بقى؟ انا متفاهم انك 39 سنة، بس يعني اللي انت بتعمله ده مش طبيعي يا عم الحاج، ده مش طبيعي. احنا ربنا قدرنا بنروح نلعب ايجار خماسي، وبعد ما نخلص الساعتين يعني مش عايز اقول لك بيبقى شكلنا عامل ازاي. يعني انا مش فاهم، يعني انا محتاج حد يفهمني. اصلك دخلت البطولة دي قلنا ميسي يا جدعان داخل البطولة دي، هي مش فارقة بالنسبة له، الراجل خلاص حقق المعادلة. جاب كاس العالم التالتة الارجنتين، فالراجل حقق المعادلة، مش عايز حاجة تاني. الراجل دخل اول ماتش هاتريك في الجزائر، بس يعني دي البداية. دخل بعد كده النمسا هدفين، في مباراة الأردن هدف، يعني خلصك دور المجموعات بحوالي 6 أهداف. طب ده طبيعي؟ أنت يا عم الحاج ده طبيعي؟ والراجل لحد دلوقتي وصل لسكة إن هو مساهم ب 33 هدف في بطولة كأس العالم، مسجل 21 هدف، وعامل اسيست في 12 هدف. ده الموسم ده يا راجل، الموسم ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي احنا بنقول هو بيعمل ايه. الراجل في المباريات اللي لعبها ال3 مباريات بتوع دور المجموعات، وكمان نضيف عليهم ال4 مباريات بتوع الادوار الاقصائيه، مساهم بكام؟ مساهم ب 12 هدف، مسجل 8 وصانع 3. يعني انت عارف، انت اللي هو انت مش فاهم هي رايحه فين ولا جايه منين. الراجل خد افضل لاعب في بطوله كاس العالم مرتين قبل كده، 2014 و2022. الراجل واصل النهائي للمره الثالثه على التوالي. وحرفيا حرفيا ميسي شايل الارجنتين على كتفه، شايل المنتخب ده على كتفه. يعني شيل ميسي من الارجنتين، الراجل بيقول لك مساهم ب 12 هدف، ما بالك هم كل اللي عاملينه مثلا 17 18 هدف، فهتلاقي الموضوع اختلف تماما. ليونيل ميسي بصراحة لا الموضوع لا مش طبيعي. الراجل في كل المباريات اللي بيلعبها اما بيلاقي حتى الدنيا متقفلة، ويعني انت بتتكلم في مباراة الراس الاخضر الدنيا متقفلة عرف يسجل. جيت في مباراة مصر الراجل لقى مصر كسبانة 2-0، المنتخب مصر وكان نفسنا يكسب، الراجل عمل ايه؟ قام جاي واخد بعضه كده من زكات وطلع بره ال 18 واشتغل عرضيات، وقدر ان هو يصنع ويسجل. مفيش ما خطورة، وميسي يا باشا، ميسي هقول ايه بس. قدام سويسرا برضه قدر يصنع. المباراه بقى بتاع امبارح دي العجيبه، الكتله العجيبه، لانك بتلعب يا عم توماس توخيل انت ورجالتك امام الارجنتين ومتقدم 1-0، وجوردن احرز لك هدف في الدقيقه 55، والدنيا جميله ولذيذه. قمت جاي انت راصص لل 11 لعيب قدام ال 18، وقلت لي يا باشا انا هدافع لمده 35 دقيقه. طب ده طبيعي؟ ده افضل لعيب في تاريخ الكره موجود بره، موجود في ارض الملعب، اللي هو ليونيل ميسي. الراجل يعني لاك مقفلها ولاك خانقه ولاك مضايقه، وقام جاي خارج لك بره ال 18 ومغير مركزه. وما ميسي لما غير مركزه يبقى يا باشا على اللعبه السلام. غير مركزه، اشتغل عرضيات متقنه، كل عرضيه فيهم عرضيه متقنه، قادر يعمل التحامات، قادر يعمل فرص محققه للفوز. الراجل اول هدف خد يا عم فرنانديز سدد، الراجل جاب جول تمام. الكرة التانية تعالى عم لوتارو مارتينيز هيعمل لك عرضية جميلة كده بعد ما ماكاليستر مسك دماغه اما الكرة صدت في العارضة ويحط جول. الدقيقة 85 والدقيقة 92 والبلاس 90 بقت عند الأرجنتين مميزة جدا. أعتقد إن أكتر حد مبسوط جدا بميسي هو اللعيبة اللي موجودة حواليه، سواء الفاريز، سواء ماكاليستر، سواء جونزاليز اللي نزل، او حتى لوتارو مارتينيز واسكالوني. الناس دي مبسوطه جدا بوجود ميسي. ميسي حاله استثنائيه ليس لها مثيل. انا ما شفتش لعيب في عمر ال 39 سنه بيعمل اللي ميسي بيعمله. ميسي بيقود الارجنتين لنهائي جديد في تاريخ كاس العالم، والنهائي رقم 3 ليه. ميسي لو حقق بطوله كاس العالم هتكون بطوله كاس العالم الثانيه ليه على التوالي. ميسي لاعب استثنائي لا يمكن تكراره، لاعب شايل فرقة. في فرق بين لعيب متواجد داخل منظومة ولعيب الفرقة حطاه كهيكل الأساسي ليها. ميسي بيصنع المعجزات مع الأرجنتين.